أملاك رئيس الوزراء ده موضوع خطير وحساس، إنما صحيفة الفجر تطرقت إليه فيما قبل وعادت إليه اليوم. الأستاذ عبد الفتاح علي كتب عن أملاك الدكتور أحمد نظيف ونشر صور، قالوا إن ده قصر الدكتور أحمد نظيف، هتشوفوها على الشاشة. ونشروا أيضا بعض الوثائق اللي بتبين إزاي رئيس الوزراء حصل على هذه الأملاك. وأنا بوضح بداية إن ده كلام صحيفة الفجر، وإن احنا لا نشكك في الذمة المالية لرئيس الوزراء، إنما نطلب توضيح رئيس الوزراء للمنشور في صحيفة الفجر. بيقول عبد الفتاح علي: من سنة نشرنا دايرة أملاك أو ممتلكات رئيس الوزراء دكتور أحمد نظيف، كانت كما يلي: شقة في المهندسين، 3 قصور في وادي النيل الكيلو 52 مصر اسكندرية الصحراوي، 3 قصور قصر رئيس الوزراء وقصرين للولدين، 3 شقة في سان ستيفانو في اسكندرية، شقة فوق ال $2 مليون، 4 شقة في المنتزه اسكندرية، 5 شاليه في المعمورة اسكندرية، يعني 3 اسكندرية، سان ستيفانو، منتزه، المعمورة، وفيلا غردقة، وقلنا المهندسين، ومصر اسكندرية الصحراوي. وقتها رد المتحدث في مجلس الوزراء على جريدة الفجر وقال لهم: الكلام اللي انتوا قلتوه يعني مش دقيق قوي. هم كانوا قالوا ان رئيس الوزراء كان ساكن في جاردينيا هنا في 6 اكتوبر ايجار لما بقى رئيس وزراء، دلوقتي ده وضع املاكه. رد مجلس الوزراء وقتها وقال، اللي هو الاستاذ مجدي راضي قال ان رئيس الوزراء فعلا عنده 3 بيوت اللي هم 3 قصور، وانتوا شفتوا صورة القصر اللي هي موجودة في وادي النخيل، لكن هو اشترى الارض ديت بثمن الفيلا بتاعت الغردقة، يعني هو باع فيلا الغردقة اشترى بيها الارض، وبنى عليها بثمن شقة المهندسين، يعني باع فيلا الغردقة اشترى بيها الارض اللي هي حوالي 18,000 متر، وبثمن شقة المهندسين بنى عليها ال3 قصور اللي هو رئيس الوزراء وابنيه. وقال ان كمان في املاك السيدة قرينة رئيس الوزراء اتباعت هي كمان للانفاق على ذلك. طبعا هي ممكن التساؤلات: هل ثمن فيلا في الغردقة يجيب 18,000 متر لأرض مرخصة انها ارض زراعية؟ وهل ثمن شقة في المهندسين يكفي لبناء 3 قصور تكلفتهم قطعا تصل الى 10 ملايين جنيه؟ ووضع سان ستيفانو والمنتزه والمعمورة ايه في دائرة املاك رئيس الوزراء. واكد المرة الثانية: نحن لا نشكك في الذمة المالية لرئيس الوزراء، انما هذه التساؤلات على رئيس الوزراء ان يجيب عليها وان يوضحها.